يا ترى كان رد عبد الوهاب ايه لما سأله الدكتور مصطفى محمود هتقابل ربنا بايه؟ وايه كان سبب مشروعات الدكتور مصطفى محمود في بناء المساجد والمستشفيات والمراكز الطبية واللي موجودة باسمه لغاية دلوقتي؟ وحاجة غريبة حصلت مع الدكتور مصطفى محمود هقول لك عليها في آخر الفيديو. في البداية الدكتور مصطفى محمود ليه أكتر من رواية ومسرحية في بداية كتاباته بجوار الكثير من الكتب طبعا اللي ألفها. وبيقول الدكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه في وقفة كده مع نفسه قالوا إنه هيقابل ربنا بشوية كلام، وساعتها قابل عبد الوهاب واللي كانوا أصدقاء وقال له على الكلام ده. فعبد الوهاب ساعتها قال له وإيه يعني؟ ما هو في الآخر ده فن. طيب ما أنا هقابل ربنا بشوية غنى. فضحك الدكتور مصطفى محمود وقال له يعني أنت هتقابل ربنا بأغنية بلاش تبوسني في عيني، ولا هتقابله بالدنيا سجارة وكاس، واللي كانت من أغاني عبد الوهاب ساعتها. وعلى حد قول الدكتور مصطفى محمود قال له إن موقفك يا عبده مش مضمون. فحاول عبد الوهاب إنه يقنع الدكتور مصطفى محمود إن ده فن، والفن اللي قيمته ورسالته والكلام اللي بنسمعه اليومين دول. فرد عليه الدكتور مصطفى محمود وقال له يعني لو واحد لعب كورة هيقابل ربنا بكام جون جابهم مثلا، أو ملاكم زي محمد علي كلاي مثلا، أو لاعب جمباز. خلاصة النقاش اللي تم بينهم إن الدكتور مصطفى محمود قال له في فرق بين أقوال وبين أعمال. يعني واحد مسكين عايز ياكل عايز يتكسي، واحد بيموت عايز تسعفه، هتأكله أو تسعفه بغنوة مش هينفع. واستدل بالكلام ده بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وإنها دليل على أن العمل غير القول. لكن في الآخر عبد الوهاب فضل عند رأيه وما اقتنعش بكلام الدكتور مصطفى محمود. المهم واللي يهمنا في الموضوع إن الفكر ده هو اللي جعل بفضل الله الدكتور مصطفى محمود ينشئ المسجد والمستشفى والمراكز الطبية. العجيب بقى اللي حصل مع الدكتور مصطفى محمود انه لما بدأ المشاريع الخيرية دي بيقول لقيت 1000 ايد وايد بتتمد عايزة تساعد وعايزة تمول المشاريع الخيرية دي، وكان في تيسيرات غريبة بتحصل في المشاريع دي. والحاجة اللي كانت بما فيش بيقول ساعتها ان تكلفتها كانت ممكن تزيد عن 85 مليون جنيه. وقال بالنسبة للناس اللي كانت بتقول ان دي تمويلات عربية كان بيقول ان 30% فقط هي تمويلات عربية، ولكن 70% منها كانت مصرية، وان المصريين فيهم خير كتير وفيهم كرم حقيقي فعلا. رحمة الله على الدكتور مصطفى محمود. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.